السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصبحوا وتربحوا، صباح الخير، صباح التيسير، صباح كل ما هو جميل. ودائما نسأل الله العفو والعافية، واللي عندها شي ضائقة مادية نفسية اجتماعية أسرية صحية، كما كان الهم ديالك، كما كانوا مشاكلك، سير اختي الله يفرجها عليك، والله يجعل لك من كل ضيق مخرجا، ويرزقك من واسع فضله. ها نتوما كتشوفوا خرجت نتمشى شي شوية لهنا، وقلت نسجل لكم شي وما تمشي غير فين مشاك الله، والله ما تمشي غير فين مشاك الله. كنت موجده انني غادي ندير هذا، ندير طلامط ديال الصالون ياك. ايوا وعيطوا لي دابا شي الكليه جايني شي حاجه من المغرب، مشيت نجيبها. ها انتم كتشوفوا معنا. صباح الخير، صباح النور، اصبحنا واصبح الملك لله. كاين شي بيض؟ بغيت نشارك معكم الروتين تاع هذا النهار، ونجاوب على اسئله بعض الاخوات، ونحفزوا بعضياتنا للعيد. ايوا اختي، فين وصلتوا في تمارتكم، في كاطوكم، خملتوا ساليتوا؟ الخس والبصله هذه كلها، بصيله والخس، هذا فليو، هذا فليو، هذه الشيبه، هذا النعناع، هذا كلها نعناع. ها انتم شوفوا، النعناع النعناع النعناع. هذه اللي هنا عقلوا عليها شجره اللويزه، وها هي الشجره اللويزه اخرى. فهمتوا؟ هنا كاين هذا الفريز، الفريز. نشوف شنو كاين هنايا. الجلبانه هذه، ها هي هذه الجلبانه، وهذا الفول. ها انتم اختيار من فلفله. ها انت، هذا كله فول ياك، والهيها صافي، الفول بطاطا. المهم درنا من كل فن طرب، شويه شويه وصافي. غنمشي نتقضى وعاد نمشي عاود نجيب داك السلعه ديالي اللي قلت لكم جايه من المغرب يا ربي. وغنشارك معكم واحد الموضوع اللي يتكرر دابا بزاف، نتاع حق الملح بين مؤيد ومعارض، واش داخله علينا، واش انا كيعجبني اي حاجه سمعتها نمشي اختي نبحث ونعرف الاصل ديالها والفصل ديالها وكل شيء. وغتشوفوا كذلك معايا انني روتين تاع الدار، تنظيف وداكشي، وحنا كنهضروا مع بعضياتنا. فبزاف الناس كيقول لك ان الحق الملح الاصل ديالها تونسي، ولكن ملي مشيت بحثت انا لقيت بان تونس عندهم كاينه في دول عربيه اخرى، عند المشارقه، عند واحد النواحي في المغرب ديالنا، ولكن ما تيعطوهاش نفس السميه ياك. وهذا حق الملح المفهوم ديالو هو ملي كطوال العشره مع شي ناس لدرجه ان نشاركوا الطعام، كما كنقولوا كنشاركوا الماكله، كنشاركوا الفراش، فتتولي بيناتنا بحال واحد العهد اللي كيسميوه حق الملح ياك. فبحال ملي كنقولوا شي، ملي كنتعصبوا مع شي ناس ولا شي حاجه، كتقولي داك الملحه والطعام اللي كلاو في داري توقف لهم في الركابي، اولا كنقولوا يا اختي خانوا الملحه والطعام، اولا يعني واش حنا كنقولوا كلينا وشربنا مع بعضياتنا الملحه والطعام. هو كتعبير دائما كتلقاي الملحه وهي في العصور القديمه وفي التاريخ، ملي كترجعي تبحثي كتلقاي الملحه هي رمز الوفاء وعهد. دابا شوفوا يا اختي، راني هنايا بديت كنسيق، درت هادشي في الليل تنظيف، من بعد ما طلعت الولاد ينعسوا لان تابعوا المدارس وامتحانات وداك الشيء. جمعنا الفطور، تقوت انايا، خديت يعني الطاقه ديالي شويه من الماكله، وقلت غادي نوض يلا. حيدت كلشي، خويت داك المخيدات، خويت داك، حيدت الزريبيات، حيدت هذا. ايوا وبديت كنسيق، ما نقولش لكم مع الفطور يوميا كنفطروا هنا وهذا. يعني الدنيا سبحان الله بحال تقولي ما نكذبش عليكم، انا كنسيق تقريبا نهاريه نهار لا، ولا مشيت غفلت غير واحد 3 ايام ولا 4 ايام كتقولي الدار ولات حالتها. ما كنت شاركت معكم البنات هاد الاضواء، كنت دايره الاضواء من فوق الطاوله والاضواء، ما كنتش شاركت معكم الزينه د رمضان، ولكن ماشي اي حاجه كتشارك ماشي مشكل. غادي نفرج داك الصويلين، ماشي صالون، غير صويلين، لانه صغيور، فيه 2 متر على 2 متر على 3 المتر ونص، جاي بالطول وفيه شويمينيه. المهم كنحاولوا نديروا داك اللمسه عربيه ان شاء الله. غادي ندير لهم الطلامط اللي غيكونوا مناسبين للمناسبات. اما دابا حاليا دايره لهم غير طليمطات عاديين، يعني نتاع داك 30 درهم باش نجلس في خاطري فيهم، انا ووليداتي صبن شي حويجات نشاتهم كما كيبان لكم. المهم انا كنحاول نحفزكم، نوضي يا اختي، البنات تيقولوا كتعجبنا، نوضي وجمعي الوقفه يلا، وحاولي انك ديري باقي شنو اليوم احنا بالنسبه لينا الاربع،
باقي الخميس، الجمعه، انا كنسجل معكم دابا بالاربع، الخميس الجمعه السبت. حمدتك يا ربي وشكرتك اللي كنوض في الصباح وكندير الفطور ديالي. نضت في الصباح بكري ووجدت مسيمنات ووجدت قريشلات، وحتى قرب دابا راه تقريبا قرب يودن. عاد درت الشوايه. انا هاد العام درت الشوايه بزاف، طيبت الطويجنات فيها، درت الحوت، فبغيت ناكل ماكله صحيه. الحمد لله توفقت نوعا ما، ان الفطور ديالي كان قليل مقارنه بالعام اللي فات، كان صحي اكثر من العام اللي فات. اشوفه ماشي صحي دابا. هذه وحده قالت لي وريه لاختي هاد الكوادروس هادو، كندير فيهم اختي غير الادعيه كنطبعهم وكنخليهم، كيبقاو حدايا احسن من داك التصاور كتحطهم في الصالون، كيكونوا صور شخصيين وداكشي كيجي عندك اي واحد فكيرقى تصاورك الشخصيه. فمن الاحسن في الصالونات وداكشي نديرو داك الكوادروس كيعجبونا، نحاولوا نديرو فيهم صور عاديه نتاع ادعيه ولا شي حاجه. قلت لكم البنات صحي بالنسبه للعام اللي فات. العام اللي فات كان عامر بالسكريات، كان عندي بزاف ديال التخربيز. اما هاد العام شي شويه. المهم مسيمنات هما وجدتهم في الصباح بكري، يعني قريشلات حتى هما كنت موجداهم في الصباح بكري، درت واحد الطبسيل. راكم عارفين مسمن وداكشي، اي مغربيه راه كتعرف لهم قراشل اولا البريوش اولا كل واحد شنو كيدير لهم. الساعه هاد المره خليتهم خمروا وتنفخوا ليا بزاف، زوقتهم وحدين بالزنجلان وحدين بالزريعه القرعه، جا واعرين صوبتهم بالفينو. ايوا البنات شنقول لكم، وما تمشي غير فين مشاك الله، غنقولها شي 100 خطره في هذا الفيديو. انا غاديه في شكل باش نجيب الكليه، قلت لكم غادا نتقدى ونجيب هذيك السلعه من المغرب. ايوا عيطوا لي وليداتي قالوا لي دابا ماما تحضري، سالي راه بوحدها، هي بوحدها كضرب في راسها وداكشي، مع قلت لكم فيها الصرع وداكشي. ومنين طاحت ليا داك المره مسكينه من البالكون كان وقع لها مشكل في المصارن ديالها، ما بقاتش كتاكل مزيان. دابا ديتها عاود درت لها هذا الشاشه باش نشوف شنو واقع لها. دارت لها هذيك السيده، المهم داك شنو كيقولوا لها، لا مونتي ايكوغرافي ولا ما عرفتش داك التخربيز. المهم دارت سكانير، درت لها السكانير كلشي. ايوا خرجت النتيجه بانها مسكينه المصيرنات ديالها كلهم مسحوقين. دابا نبدا معاها طريطمون عاود جديد. ايوا خوتي شنقول لكم، هاد القطوط هادو راه بليا راه كيرجعوا ولاد من ولادك. الله يجعل الاجر لله، وما عرفنا شكون عايش في خير الاخر، واش انا اللي معيشاها وبرا بها ولا هي اللي معيشاني. يجيكم هاد الهضره غريبه. والله اخوتي راه الصدقه كترد عليكم البلا، ما عرفنا شنو راد عليا هادي، ان الصدقه كتجوز في الدواب، في الانسان، في الحيوان، في اي حاجه. المهم كما قلت لكم هنايا دوزتها، نتوما كتشوفوا المصيرنات ديالها والعظام مهرس لها، واحد العظم باقي. يعني المهم بلا ما نسخر لكم مخكم، المهم هي كنقول لكم يعني الحياه ها انت كتنوضي وكتقضي المسائل ديال كل ما قضيتي. هذه دابا انا نقولها لكم بالتجربه البنات، دائما مور الفجر، يعني وقبل من 8 الصباح مور الفجر، ولا داك الوقيته هكاك ديال البكور النبوري، هو اللي دائما كنخطط فيه، كننجح في التخطيط 100%. 100% كنقول بغيت نقرا الورد ديالي كنقراه، كنقول بغيت نعجن كنعجن، بغيت نسي. علاش؟ انا كيكون مازال ما بدات الفتنه نتاع الحياه مازال. اما في النهار ماشي دائما كنتوفقوا عليها. الانسان اللي الا عندك شي حاجه ضروريه قضيها في النبوري، الا عندك شي حفاظه البيرمي، الا عندك شي حفاظه القران، الا عندك شي صلاه، الا عندك شي عبادات، الا عندك شي خدمه، الا عندك قضيها في النبوري. راه غير كتبدا الشمس تشرق وبانو ادم كيبدا يتحرك وتكثر الحركه وكتبدا الفتنه سبحان الله، وانت كتكوني في بلان كيرجع لك بلان اخر. ديما سبحان الله داك الصباح هو اللي ما عمري خطط لي شي حاجه وما نجحتش فيها، ديما الحمد لله موفقه في داك الوقيته. غير كيجي النهار كما قلت لكم 100 بلان وبلان، وهذا النهار نايضه عوالا ندير معكم لايف ما كتبش، عوالا دخلت التيك توك تا هو نحط لايف ما كتبش، عوالا نسجل هذا الفيديو هذا ننزل لكم. دابا راني سجلته يعني الاربع، نزل لكم الاربع ما غيكتبش واقيلا حتى اليوم ينزل، لان مع هاد الاحداث وهذا الشيء. ايوا شنو نقول لكم، لا اله الا الله محمد رسول الله. نرجعوا للموضوع ديالنا ديال حق الملح. حنا قلنا بان الملح سبحان الله رمز للوفاء، وعطيتكم نموذج كيفاش كنقولوها. والاصل ديال هذه الفكره الا رجعنا للتاريخ غنلقاوها كما كنقول لكم عند العرب كامله، لان الملحه عندها واحد القيمه كبيره، فهمتي؟
ماشي مرتبطة فقط بتونس، لكن حنايا مؤخرا المغاربة عاد بدينا كنسمعوا بها، هذه هي الحقيقة ماشي ديالنا. ربما كما قلت لكم كاينين في شي مناطق ولكن كيعطيوها اسم اخر، مثلا في العيد كيقولك التفكير هاد العيد. يعني اي واحد عنده شي حد عزيز كيتفكروا، الاولاد كيتفكروا والديهم، الراجل كيتفكر مرته، ولا كان شي واحد كيخاطب شي وحده كيديو لها حبابها حباب التفكير هاد العيد. هادشي اللي كنا كنعرفوا. حق الملح حنا عاد ولينا كنشوفوها مؤخرا. حنا اللي كنا كنعرفوا كما قلت لكم التفكير هاد العيد. واحد السيده لقيتها قايله في واحد التعليق، قالت لك راه عندها علاقه بالدين، راه دين الله هذاك الانسان هو اللي يتفكر مرته. لا حبيبتي، ما عندها حق الملح، ماشي حكم شرعي، ما كايناش كاع في الدين ديالنا. ما عنده حتى دليل اصلا، لا في القران ولا في السنه، واخا حتى في الاحاديث الضعيفه ما كاينش ياك. ولكن الاسلام عطانا واحد القيم اللي خاصنا نعيشوا بهم، اللي هي الوفاء، حسن العشره، الموده، الاحترام بين الزوجين. لكن هاد القيم كامله ما ربطها لناش الدين ديالنا بالملحه، ما كايناش. فكرتوني هذه القضيه ديال الملحه، حتى فاش كيقولك سيقي بالملحه وداكشي، هذاكشي ما عندوش علاقه بالدين ديالنا. هذوك عادات وتقاليد تبناهم المجتمع. ما غاديش نقدروا نقولوا بانهم خايبين ما صالحيناش، وما غاديش نقدروا نقولوا صالحيننا 100%، على حسب الشخص هو كيفاش كيشوف هذه القضيه. بحال دابا وحده تكون دماغها ماشي مع شي وحده خفو دفو، دخلت اليوتيوب لقات شي يوتيوبوزه كدابه، ماشي كتطلق السلوكيات الدوبرمانات ياك، وهي دايره الاشهار مع مول الذهب، دايره الاشهار هي ينقص لها من الثمن ديال الذهب، او لا غير غتصور بهم باش دير له اشهار المحل او لا، وكتمجرى الرواجل ديالها، وكتقول لك حق الملح عطاني راجلي سرت لا ديال الذهب. وواحده اخرى كما قلت لكم داك النوع اللي الريح اللي جاي يديها ودماغها ماشي معاها، كتدخل كتشوف داكشي كتسيق، كتقولك شوفي الناس هذه جاب لها سرتله، كتدخل عند الاخرى عاود في الانستغرام ها الورد، هذا الذهب، هذه عطى لامها ولحبابها وكل شيء وهكذا. فكتولي كتحس براسها هي بحال اللي ما عندها قيمه، كتقولك انا كنشوف هذه ما كضرب ما كيضربوش حتى تماره وبسعدهم، وانا قيلت رمضان كامل وانا هازه حباب وتماره. وانا قلت لكم واحد الحاجه، قلتها في شي 3 ولا 4 الفيديوهات وكررت هذه النقطه، راه حنا ملي كنخدموا البيوت ديالنا راه كنخدموا انفسنا، ماشي كنخدم الراجل. نهار تدخلي هذه الفكره في دماغك كترتاحي. اذا الانسان ملي كيكون كيخدم نفسه كيخدم علاقته مع الله، ما كيتسناش المقابل الدنيوي، حيت الا شديتو في الدنيا يعني الا طالبت به في الدنيا في الاخره ما غنقدرش نطالب به. واش فهمتي؟ ففي الدنيا خليه يجي من ديته لراسو. غنوضح لك هذه النقطه. مثلا انا طيبت، كيقول لك حق الملح حقا طيبنا ضربنا تماره، طيبت وضربت تماره بحال جميع النساء. يعني وجدنا الفطور سواء قليل ولا كثير ومقابله نتاع الدراري، غنجي غنوض معاه الفضيحه والريغاطه ونقول له ارى لي حق الملحه، فينا هي السرتله، فينا هي البيجامه، فينا هي هذا، فينا هو هذا، ونوضوا الفضيحه. اجي تشوف اليوتيوب وزا، اجي تشوف اختك، اجي تشوف ولد خالتك شنو شرا، ونبقاو نديروا المقارنات وداك التخربيط ونوضوا الصداع. ها هو عطاك داك الشيء، ها هو عطاك بحال واش نتيا ساويه غا بيجامه ولا ساويه ولا. هذيك التماره ديالك خليها اللي ضربتيها في دارك، خليها لله عز وجل باش تاخدي فيها واحد الاجر مضاعف. اما في الدنيا شحال قد بنادم يعطيك، واخا يعطيك حتى سرتله، راه ما ساوياش داكشي اللي عند الله. الجنه واش انت كتقارني اللي سرتله بالجنه؟ خا تيكون بالصح وبالنيه. فهمتي؟ انا هاد الفكره هذه نبغي ان الزوج او الولاد او لا الخوت يتفكروا. كما قلت لك حنا ما عندناش حق عندنا تفكير تفكير هاد العيد، انه يتفكرك في هذا العيد وعلى قدر المستطاع. راه الله يحسن العون، راه ما يمكنش واحد الخدمه الخلصه على قد الحال. نتوما كتشوفوا الاسعار طالعه، اويلي البصله قالك البصله هذا 400 ريال 20 درهم، والفلفله فين وصلات، والاحتكار كاين، والفقير مسكين، الموظفين ما بقاوش كيقدوا. الموظفين دابا في بلادنا ولاو كيبانوا فقراء. علاش؟ لان الاسعار غير ما غادو كطلع، المازوت زاد، البوطات زاد، كلشي كيتزاد، والخلصه هي الوحيده اللي ما كتزادش ياك. وغيجي بنادم وغتجي حتى المراه يعني ضغط المجتمع، وتجي المراه عاود تبقى تضغط بداك الافكار. علاش؟ حيت جالسه مع راسي كنتفرج في اللي يسوى واللي ما يسواش وما كناخذش الفائده. والدليل احنا كنشوفوا قنوات التفاهه شو على تفاعل عندهم، ما كتفيدك بتا حاجه، ما كتفيدك، بالعكس كتضرك، لان كتضيع لك وقتك، كتضيع لك المورال ديالك، ربما المزاج ديالك، ربما تدخل لك شي افكار سوداويه، ربما تدخل لك شي تشعويض في دماغك. ومع ذلك الناس كيتبعون بالملايين، ووحده خديتي تعطيكم الافاده ويعطيكم ما كاينش التتبع. علاش؟ لان حنا هكا. فهمتي؟ المجتمع ما تيعرفش مصلحته فين كاينه، فكيبقى يقلب على المشاكل. كاينين دابا لا سواء لا الرجل ولا المراه
تيقلبوا كيفاش نديروا المشاكل. ودابا كاينين بزاف د العيالات اللي استغلوا هذه النقطه د حق الملح، وهي حيت جالسه ما هذا غادي نوضوا حنا الفضيحه قبل العيد باش نطلبوا بحق الملح. واش حنا عندنا شي حق الملح؟ هذا انا بالنسبه لي بهلال. بالنسبه لي كما قلت لكم، مع هاد الفكره الا كانت غادي تخدم المجتمع، وان كل الشباب يتفكروا والديهم، راه ماشي فقط الزوج للزوجه ولا حتى الزوجه تفكر الزوج ديالها، الخوت يتفكروا بعضياتهم، اللي عنده شي حد في العائله يمشي يبدا منه هو الاول حتى ربي قال لنا سبحانه وتعالى في المقربون اولى، ونعتبرها كتفكير هذا العيد. اما باش نبقى انا كنجيب واحد الافكار، شوفوا نقول لكم واحد الحاجه، هذا العالم ديال اليوتيوب عالم مالي، عالم مالي بامتياز. شحال ما نزلتي الفيديوهات، شحال ما درتي التفاهه، شحال ما سرتي انتباه، شحال ما صورتي الفلوس، فهمتوا؟ فبزاف نتاع اليوتيوبوزات هذيك هي خدمتهم، ان خصها دير التفاعل. باش غندير التفاعل واخا على حسابها وعلى حساب كرامتها وعلى حساب كرامه زوجها، اذا غندير شي حاجه اللي نلفت الانتباه، نبقى نكذب شي كذوب كما قلنا هو السرتله. شكون اللي دابا غيقد يشري المراه السرتله؟ عطاوني شي وحده يقدر يشري المراه السرتله دابا في هذا الوقت ديالنا، الا كان داير التجاره وميسور وعنده دار. وداك الاكثريه مساكن كيتقاتلوا مع الوقت وغير مع المدارس الاولاد، راه هما موظفين كما قلت لك، المراه موظفه والراجل موظف، وكتلقى يلاه المدارس الاولاد. ولا لا كانت شي لاله ومولاتي اللي كتجمع الفلوس بحال الشكل ديالي انا وديال بزاف ديال العيالات، اللي باش نحققوا احلامنا. انا باش نشري السرت لراسي وشريت الذهب لراسي راه خدمت فيه 5 سنين وانا كنجمع، وربما كتسمحي في شي حوايج وكتضحي بشي حوايج ثانويين باش تحققي شي اشياء اساسيه، كديري الاقتصاد ديالك كديري. اما بنادم زعما غير جالس هكاك كيبدر في الفلوس وعنده مسؤوليات وعنده وليدات وعنده الكرا وعنده الضوء وعنده الماء والمعيشه، وغايجي هو وغادي يقول لك غنمشي نشري سرتله، زعما كأن سرتله دايره بدرهم، وراه فلوس صحيحه. راه السرات ولا هو داكشي اقل حاجه 4 المليون الفوق، دابا راه ولا 4 المليون وزياده الفوق. حنا كنهضروا على الثلاثيات، اما دوك ديال اللي فيهم 7 الخيوط هذا ضرب لي على 10 المليون الفوق. ايه شكون اللي بقى يقدر دابا يجي دابا في العيد يجيب الجبده 10 المليون؟ اختي الا مجوجين شي كما قالوا، اما شي واحد لاباس عليه ولا شي واحد داير تجاره اولا شي واحد اللي يعني ضارب ثمنه يعني كثيره، ولا عنده مدخول كثير ولا عنده اصول كثيره وهكذا. اما انسان مساكن الاكثريه واخا يكون كيضرب تماره، حنا كنضربوا تماره بالليل وبالنهار، والراجل يخدم والمراه تخدم، ويلا غاديين بكفيه الحاجيات ديالنا ومع الاقتصاد والتدبير وحسن التسيير بحرا. عاد الا بغينا نحققوا شي حويجات بحال داكشي اللي كيبان للناس وكتبان بحال ذهب بحال سفريات بحال داكشي راه جاي من حسن التدبير والاقتصاد والتخطيط، وربما تحرمي راسك كما قلنا من شي حوايج باش تحققي شي حوايج. اما غير هكاك صعب جدا، فهمتم؟ في هذا الوقت ديالنا يعني عيالات جالسين دابا كيخلقوا المشاكل. راه التفكير هذا العيد كما كنقولوا راه ماشي ضروري دائما تكون ماديه، مع بعضياتنا بنادم يقول لك ها كلمه زوينه. حنا دابا كنقلبوا الانسان الواعي تيقلب هي على العيش الكريم. شنو هو العيش الكريم؟ كلمه طيبه ياك، والتقدير واحترام الاخر واحترام لذاتي، هي هذا، وناكل ونشرب ونرتاح ونطلب الصحيحه والسلامه. دابا حنا وصلنا لواحد الزمان اللي ما بقيناش عارفين راسنا شنو جاي في المستقبل. انا قلت لكم دابا يا حنايا، انا في النهار هاي في نهار واحد تفتنت 100 فتنه وفتنه. نايضه عواله غادي نخدم لايفات ما كتابش، عواله غادي نضرب مكياجه وتصويبه لشعري وغنمشي عند كوافوره ما كتابش، عواله غادي نمشي صدقاتني مشيت جبت السلعه، صدقت في السبيطار، صدقت هنا، صدقت كنت عواله على فطور الحمد لله. اللي قلت لكم حيدت عجنت مسيمنات وعجنت داكشي فهذاك مكره بقيت بلا فطور هذا النهار عاود، وهكذا. يعني حنا في واحد دابا مع هاد الاحداث اللي كتوقع في العالم داكشي ما بقاش عندنا واحد الرؤيه واضحه مليون في المية. حنا كنخططوا بطبيعه الحال كان هذا، ولكن ما بقاش داكشي بحال اللي شحال هذه كانت الحياه هادئه كتعرفيه راسك، كدير التخطيط ديالك. دابا غير الا بغيت ندير الميزانيه ديالي، دابا انا كندير الميزانيه، دايره مثلا الميزانيه ديالي فيها الخضر داكشي، مشيت للسوق تخلعت لقيت الثمن اللي ضاربه وحاسبه وداكشي، ويلي فين داك الثمن زدت عليه. يعني حنا غاديين، حنا خصنا نواكبوا، خصنا نخطوا. هذا ما كيعنيش ما نخطوش، ولكن خصنا نواكبوا العصر. عاد حنايا نبقاو نجيبوا شي تخربيز نغصوا به الحياه ديالنا. الانسان دابا يطلب غير الصحه والسلامه، واللي عنده صحته عنده كل شيء عن تجربه. والصحه تاج فوق رؤوس الاصحاء لا يراها الا المرضى. شتي؟
ملي كتمرضي وطيح لك الصحه عاد كيبقى يبان لك بان يا ربي كتقولي ما بغيت ديور، ما بغيت فيلال، ما بغيت ذهب، ما بغيت حتى حاجه، بغيت غير نوض نوقف نغسل غير معاناتي ونقضي شغالي ونوقف على وليداتي ونتحرك ونتقضى ونشوف الناس ونخرج ونقدر ندير اشغال الحياه ديالي اليوميه البسيطه، نقدر نديرها. الله يعطيني صحيحتي ويعطيكم صحيحتكم. المهم موضوع يطول. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم، كنتوا استفدتوا معايا. دردشنا مع بعضياتنا واحد دردشه خفيفه، ان شاء الله نطلع عليكم قريبا بتفريشه نتاع العيد اللي غتكون بسيطه كما كنقول لكم. انا داكشي ديالي كنشوفه بالرؤيه ديالي، انا كنحقق لراسي اللي غيبان لي انا مسلكني ماديا نفسيا وعلى حسب الوضعيه ديالي. ما كنتعلقش فين نتفلق. حتى واحد ما كره الحياه ديالو، يعني بزاف الحوايج الحياه ديالو يبقى يسافر مع راسو ويدور ويتزرزر ذهوبات ويجي وما نقضي لا شغل لا مشغل، نجيب غير المساعدات يعاونوني. ولكن كما كنقولوا حنايا واقعيين، كنعيشوا الواقع ديالنا، ما كنغصوهاش على راسنا وعلى ازواجنا. اللي قد عليه الزوج يديرو، اللي ما قدش عليه نكمل حتى انا وندير داكشي اللي قديت عليه، وحنا معاونين مع بعضياتنا. شميت ريحه الضغل، ريحه النفاق، كنجمع راسي وهكذا وكنسيروا مع الحياه. ما كنكلفو، ما يكلفني، ما نفرض عليه، ما يفرض عليا. ودائما خليو معكم هذه القضيه بالخصوص في العلاقات الزوجيه. راه قال لك الحر بالغمزه ايوا العبد بالدبزه. انا يعجبني الراجل هو مديسو الراس، هذيك هو الحب الحقيقي، هو انه مديتو. لان اللي كيحب كيحس، وملي كيحس الانسان كيحرك الافكار ديالو. ما تقوليش لا راجلي حقا ما تيعرفش هذه القضيه ولا غير تيقولوا هكاك، حيت الانسان مازال ما وصلش لذاك الدرجه نتاع الحب والتقدير. ما كيكون مازال ما وصلوش لينا داك المعنى، فهمتي؟ او لا ربما فعلا ما كيكونش عارف. خاص اللي يوعيه بنادم مره واحده صافي وجمعي وطوي. ماشي في كل عيد حنايا الفضايح ارى حق الملحه، ارى حنا كل عيد ارى جلاب. راه باين داكشي، راه باين عليه خاصو انت عندك حقوق عليه انه يكسيك يحمر لك وجهك وعلى قدر المستطاع. اختي غنبقى غير ندوي، خليوني يا ربي الحبيب. نوض 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 نختي فيا النعاس. انا راني كما قلت لكم هذا الفيديو يومين وانا نخبط فيه، عمرها ما كانت ليا ولا غلبوني الفيديوهات. راكم عارفين انا كنطلق الكاميرا ونبقى غندوي. هاد الفيديو غلبني 100 حاجه وحاجه. ايوا شوفوا معايا ان شاء الله النتيجه النهائيه. حتى الفيديو ما عرفتو، ما نعطيكمش اختي لا موعد لا موعده، ما عرفنا فين غيمشينا الله. المهم احنا في الدنيا احنا كنقضيو داكشي اللي كتب الله، واللي كتبوا لنا الله مرحبا، واللي ما كتبولناش مرحبا. غنختم، ما نزيدش نطول عليكم. الله يرزقكم صحيحتكم ويرزقكم من واسع فضله، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. شكرا لكم.